مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله مع بعض هناخد خطوه بخطوه كده ازاي نقدم على الهجره العشوائيه لامريكا واللي بتنزل كل سنه. اول حاجه بنروح عند جوجل كروم، وبنكتب بس كلمه دي في كده، دي في. بنلاقي جوجل طلعها لنا على طول اللي هي الكترونيك دايفرسيتي فيزا بروجرام، او اللي هو الاختصار بتاعها ده. بص كده الاختصار بتاعها ده اهو، ده اللي هي دي في بروجرام ستيت دوت جوف. تمام، دي في بروجرام دوت ستيت دوت جوف. طيب بنروح عليها على طول. اول ما بنروح عليها بيفتح لنا الموقع بالشكل ده. تمام، طبعا احنا هنقدم على طول، مش هنشوف الاكزامبلز او مش هنختبر اي حاجه او هنشوف انستراكشنز. طبعا انت لو فتحت الموقع هنا هتلاقي فيه انستراكشنز في الاول، تعليمات كده او ارشادات عن ازاي تقدم، الحاجات المطلوبه والاشتراطات والحاجات دي. بعد كده بيديك فوتو انستراكشنز وبرضه فوتو اكزامبلز لو انت محتاج اكزامبلز، يعني تعرف ازاي الصوره بتتعمل. طبعا الكلام ده كله سهل وموجود على الموقع، وموجود في فيديوهات تانية كتير بتشرح الكلام ده. تمام، احنا هنبتدي على طول ان احنا نعمل بيجن انتري اللي هي دي. تمام، هنقدم على طول. تمام، هنشوف بيجن انتري. طبعا بيفتح لي اول حاجه عايز اتاكد اللي هو الاوثنتيكيشن كود، اللي هو بيديني كود وبيبقى عايز ادخله عشان اتاكد ان انا مش روبوت او هاكر. بي 8 اتش تي. تمام، اعمل سبميت. تمام، هو كده فتح لي اول صفحه اللي هي البارت 1 دي. نخلي بالنا ان احنا في الاول خالص اول حاجه بتظهر لنا، بص كده بنلاقي الكلمه دي اهي، لاست او فاميلي نيم، يعني الاسم الاخير. يعني مثلا لو انت احمد محمد علي، تمام، يبقى كلمه علي هنكتبها هنا. تمام، يعني هنكتب هنا مين؟ هنكتب هنا علي. تعال بص كده نكتبها، يعني بدل القلم كده نكتبها على طول علي. اتفقنا احمد محمد علي. تمام، علي هتكتب من فوق، واحمد ده الفيرست نيم هيبقى احمد كده، ومحمد ده اللي هو ايه الميدل نيم. تمام كده، يبقى الفيرست نيم اللي هو في الاول خالص، وبعد كده الميدل نيم اللي في النص، وبعد كده فوق خالص اللي هو اللاست او الفاميلي نيم. تمام، طيب بعد كده طبعا بيقول لي ميل ولا فيميل. ماشي، بختار ميل بقى. ماشي، بعد كده البيرث ديت اللي هو تاريخ الميلاد، احنا عارفين الكلام ده. هنختار مثلا يوم مثلا 30، شهر مثلا 5، يير ممكن نكتب اي يير كده مثلا 1990. ماشي، مفيش مشكلة اي حاجة. طبعا الحاجات دي كده احنا بنجرب بس، او بوريكم ازاي ايه اللي بيحصل. تمام، يعني البيانات دي طبعا ايه فيك يعني. تمام، بعد كده نمبر 4 بيقول لي city where you were born، انت اتولدت فين. البيرث ديت البيرث سيتي، مثلا نكتب كايرو مثلا. اوكي، دي سيتي. بعد كده بيقول لي الكونتري. تمام، الكونتري طبعا بختار الكونتري اللي انا اتولدت فيه، طبعا ايجيبت. تمام، بختار ايجيبت. الموضوع بسيط، مفيش اي حاجه. 6 دي بقى بيقول لي country of eligibility for for the DV program. طبعا دي يعني نتكلم كده فيها لحظة. هو هنا بيقول لي البلد دي يعني مسموح لها تقدم ولا لا. تمام، السنة دي مصر مسموح لها تقدم. تمام، او الدول العربية كلها مسموح لها تقدم. فهتلاقي الخانة دي متعلمة على يس على طول. تمام، فانت احسن حاجة في الخانة دي ما تعملش ولا حاجة، سيبها كده. تمام، يعني هي كده تمام ومفيش اي مشكلة.
طيب نيجي بعد كده نمبر 7. طبعا هنخش على خانة ايه؟ على خانة الصورة. تمام. طبعا هنا انا مش هقرا الكلام ده كله، انت تقدر تقراه براحتك، مفيش مشكلة فيه عادي خالص. بعد كده بتروح على تشوز نيو فوتو. تمام. طيب احنا عشان نتفق بس اتفاق، الصورة دي طبعا هتكون للشخص اللي هو مقدم في الصفحة دي. تمام. يعني ايه؟ يعني الصورة دي بس، يعني مش هينفع اعلم على اكتر من صورة، هي صورة واحدة بس. يعني في الخانة دي هنختار صورة واحدة بس للشخص اللي قدم فوق. تمام. لو اخترت صورة تاني بعدها هيمسح الأولانية ويخش على التانية. فاهمين ازاي كده؟ تمام. طيب هنختار الصورة مثلا. تمام. هنطلع كده هنا تشوز نيو فوتو، طبعا بيفتح لي هنا الميديا بيكر اللي هي دي. بنروح كده نختار الصورة بقى من الموبايل بتاعنا. طيب انا كده اخترت الصورة. اوكي. بيديني بعد كده الخطوة اللي بعد كده الميلينج ادرس. بيقول لي انكير اوف. طبعا الخانة دي اوبشنال يعني اختياري، يعني ممكن ما تعملهاش عادي. اهي دي الخانة دي بيقول لي انكير اوف، ودي اوبشنال. ممكن تكتب الاسم، ممكن ما تكتبش حاجة عادي، مفيش مشكلة. بعد كده بيخش على الادرس لاين. طيب احنا هنا اهو في بي، احنا في الخانة دي اهو. بيقول لي الادرس لاين. تمام. الادرس لاين طبعا انت اخترت فوق ايجيبت وبعد كده كايرو، مش كده؟ يبقى ايجيبت، ممكن تقول له كده ايجيبت، بعد كده تقول له كايرو. طيب لو انت من الجيزة مثلا ممكن تكتب الجيزة. ماشي. بعدها ادرس لاين 2 دي اوبشنال برضو، يعني يعني مور ديتيلز، يعني محتاج لو انت محتاج تدخل تفاصيل اكتر. يعني مثلا هتكتب الستريت بتاعك عادي، العمارة، الشقة، الكلام ده. عايز تكتبه اوكي، ما تكتبوش مفيش مشكلة. يعني الخانة دي اوبشنال برضو اختياري. تمام. سيتي او تاون، طبعا الكلام ده سهل مفيهوش حاجة. دي ممكن نختار مثلا الجيزة. طيب بعد كده بيقول الديستنكت او الكونتري او البروفنس او الستيت. طبعا ممكن نكتب الكايرو، ممكن نكتب ايجيبت. طيب البوستال كود او الزيب كود، ده اللي هو الرقم البريدي اللي بيبقى بتاع المنطقة. تمام. فده ممكن تجيبه من جوجل عادي. ولو انت شغال على الموبايل بتاعك الشخصي هتلاقي الحاجات دي اتعملت اوتوماتيك. تمام. ليه؟ لان الموبايل انت بتبقى بتدخل بياناتك قبل كده في ابلكيشنات تانية، فبيبقى عارف يعني حافظها من حاجات تانية، اللي هي الكونتري والبوستال كود والحاجات دي بيجيبها اوتوماتيك، فبتطلع لك على طول، مش بتتعب فيها. تمام. الكونتري طبعا هنا زي ما قلت لك كده، الكونتري دي لو انت من موبايلك انت الشخصي هتلاقيها على طول. يعني مختارها لك ايجيبت مثلا، او مختارها المكان اللي انت فيه على حسب ما انت بتقدم منين. تمام. تمام. انا هختار هنا ايجيبت. هنا الكونتري where you live today، يعني اللي انت عايش فيها دلوقتي. تمام. الكونتري اللي انت عايش فيها دلوقتي ايه. ودي برضو انا هختارها ايجيبت، لكن انت تختارها طبعا حسب ايه اختيارك انت، المكان اللي انت عايش فيه دلوقتي. ماشي. اوكي. بعد كده الفون نمبر، تكتب تليفونك. ماشي. هنكتب تليفوننا طبعا. هنا بيقول لي اوبشنال، بس انا افضل طبعا انك تكتبها. بعد كده الايميل ادرس، هتكتب الايميل. وده الايميل ده هنا يعني خلي بالك ان الايميل هنا مش اوبشنال، يعني لازم يكون عندك ايميل. تمام. ويفضل طبعا اللي هو الجيميل. تمام. لان الجيميل مرتبط بجوجل. فهنا بتكتب الجيميل بتاعك. تمام. وبتكونفيرم عليه، يعني لازم الجيميل اللي موجود هنا يكون هو الموجود هنا. تمام. لو في اختلاف هيقول لك لا في اختلاف. تمام. طيب نيجي بعد كده للنقط المهمة. هنا بيقول لي في 12 دي كده what is the highest level of education you have achieved as of today. يعني ايه؟ يعني عايز اعلى شهادة معاك دلوقتي. تمام. as of today يعني دلوقتي، يعني لازم تكون الشهادة دي دلوقتي في ايدك، يعني لو لسه هتحصل عليها ما ينفعش. تمام. مثلا ما واخد مثلا بكالوريوس، اوكي، او واخد ليسانس،
يبقى دي يونيفرسيتي ديجري اهي، يبقى دي اليونيفرسيتي ديجري. لو انت مثلا واخد الماستر اللي هو الماجستير، تمام، طب الماجستير اللي هو الماستر، لو واخد الدكتوراه يبقى دكتوريت ديجري. الحاجات التانية بقى دي على حسب انت حاصل على ايه، تمام. طيب نيجي الخطوة اللي بعد كده، بيقول لي what is your current marital status. دي اللي هي انت اعزب ولا متزوج يعني، ولا الكلام ده. طبعا هنا unmarried دي اللي هي سنجل، اللي هي واحد الون يعني لوحده. بعد كده بيقول لي التانية اللي هي هتلاقيها married and my spouse is not a US citizen. يعني انا متزوج والمدام بتاعتي مش مواطن امريكي، او مش معاها الجرين كارد بتاعت امريكا. طيب الخانة التالتة هتلاقيها بيقول لك بص كده اهي، الخانة التالتة اللي هي دي، تمام. بيقول لي ايه؟ بيقول لي married and my spouse is a US citizen، يعني معاها الجرين كارد، تمام، يعني واخدة الجنسية الأمريكية، تمام. بعد كده دي اللي هي divorced دي اللي هي المطلق، without دي اللي هي أرمل. وبعد كده legally separated يعني منفصل قانونيا. دي مش بتبقى عندنا احنا كمصريين او كعرب، لكن بتبقى في الدول الأجنبية أكتر يعني، اللي هي منفصل قانونيا دي، تمام. بعد كده بيقول لي number of children. طبعا انا عايز اقول برضو حاجة في النقطة دي. هنا بتدخل كل الاطفال، لان لو في طفل ما دخلتهوش او ما عدتهوش مش هيفتح لك ليه صفحة اصلا، تمام. طيب لو انت دخلت عدد الاطفال صح هيفتح لك هيفتح لك بعد كده صفحة، يعني بعد ما اخلص number of children دي بتدوس continue، تمام. طيب فلو انت دخلت عدد الchildren ده مش صح، فبتبص تلاقي ان بقية الصفحات مش بيجي لك صفحات على عدد الاولاد اللي عندك، تمام. طيب برضو في حاجة في موضوع التشيلدرن ده، الاطفال اللي من زوجة تانية او من زوج تاني برضو بيتضافوا، تمام. طيب التفاصيل بتاعت الكلام ده نلاقيها مكتوبة هنا تحت، تمام. وبتضيف طبعا الاطفال اللي هي الاندر ذا ايج اوف 21، اللي هو اقل من ال 21، تمام. وتفاصيل الاطفال والحاجات دي بنلاقيها هنا مكتوبة في الجزء ده كده اهو، الجزء ده، تمام. طيب ده الكلام ده لو انت عندك حالة خاصة يعني، او في حاجة عايز تستفسر عليها على التشيلدرن، تمام. طيب الموقع هنا لو قريت كل حاجة هتلاقي كل التفاصيل بتاعتها، وهتلاقي الموضوع بسيط وسهل ومش محتاج منك اي مجهود، وممكن تعمله بالموبايل بسهولة جدا، وانا شخصيا عملته. لو مش عارف تقدم، انا هسيب اللينك في الديسكريبشن وهتدخل عليه وتقدم منه عادي، مفيش مشكلة. لو معرفتش خالص قولي في الكومنتات ونتواصل مع بعض، وممكن اقدم لك عادي، مفيش مشكلة. بالتوفيق للجميع. واحب اقول في نهاية الفيديو القناة بتاعتنا بنشرح فيها برامج، وبنشرح فيها مواقع وتقديمات، وبندي فيها فرص حلوة قوي. يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، واستنى رأيك بكومنت على الفيديو. يلا بقى، سلام.